اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الهنا وصباح السعاده، صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ربنا يا رب يجعل يومكم كده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. النهارده بقى ان شاء الله فيديو جميل يوم الخبيث. تعالوا بقى كده عيشوا معايا يوم الخبيث. اول بقى هنخبز العيش البلدي الفلاح الجميل بتاعنا ده اللي منور دوت في الفيديو، وكمان من اول العجين والرح والرمي وكل حاجه هتشوفوها معايا النهارده. انتوا عارفين بقى يا حبايبي، عيشوا كمان معايا هنخبزه في الفرن الطين، وكمان بقى اجواء الريف كده الجميله. كملوا معايا الفيديو للاخر، واللي لسه بيشوف قناه لاول مره ينزل تحت يعمل اشتراك في القناه عشان ينورني ويشرفني، واللي اشترك في القناه وجودكم على دماغي من فوق نورتوني وشرفتوني، وجودكم شرف ليا. تعالوا بقى شوفوا احنا هنعمل ايه النهارده. اول حاجه طبعا العجين. طبعا الجو ساقعه والجو شتاء. قمت بدري قوي علشان اعجن. دلوقتي يا حبايبي كانت الساعه 6 الصبح، او كانت حوالي كده 5 الصبح. بصوا بقى، اهم حاجه برضو المية تكون سخنة شوية بزيادة، علشان طبعا انتوا عارفين الجو ساقعة قوي، فعلى ما تتحط على الدقيق البارد فايه عشان تخمر العجين بسرعة. وتاني حاجة ان انا هضطر ازود الخميرة في العجين. طبعا زي ما انتوا كده شايفين انا بعجن في الطشت الكبير ده دولت حوالي 20 كيلو دقيق. اللهم صل على النبي. 20 كيلو دي اللهم صل على النبي. اصبروا بس يا حبيبي كده. اللهم صل على النبي. 14 كيلو دي بلدي، و6 كيلو دي زيرو بحطهم عليه. علشان طبعا الغلة ديت بتسيح، فمضطر ان انا ايه بنحط لها دقيق زيرو علشان يعدل العجين ويخلي العيش بقى بتاعنا كده ابيض ومنور وزي الفل. بعد بقى نخلت الدقيق الاول وعجنته، حطيت الميه. وبعد كده حطيت بقى اللهم صل على النبي الخميره، دوبتها كده في معلقتين كده شويه كده من السكر. وطبعا حطيت الملح، حوالي كده 5 معالق كبار ملح. وهبدأ اعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضيع الدقيق مع الميه، اقلب كده اضيع الدقيق مع الميه. ولو في حاجه مخرزه قابلتني في العجين بحاول ان انا افككها كده علشان العجين بتاعي يبقى ناعم وحلو كده ومفيهوش اي حاجه مكلكعه ولا اي حاجه مخرزه. طبعا انا باخد وقتي في العجين. اول حاجه بطب، وبعد كده بملك العجين كده زي ما انتوا شايفين، يعني كله على بعضه. وقعدت اعجن حوالي ساعه الا ربع. انا بحب اخدم العجين بتاعي علشان يطلع لي رغيف عيش حلو. بعد ما خلصت بقى دي مرحله الطبه بقى، اخر حاجه خالص. بصوا خفتي. زي ما انتوا سامعين كده، بتبقى الجيران سامعه ان انا عارفين ان انا هعجن بسبب صوت الطبه بتاعتي اللي انا بطبها دي. بتبقى يعني جايبه كل البيوت اللي حوالينا صوتها. بعد كده بقى يا حبايبي بلم بقى حروف العجين كده من الطشت. معلش بقى يا جماعه على الصوت، لان بس انا واخده دور برد كده شويه وزوري بيوجعني. بقى ادعوا كده ان ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض، اللهم امين. بصوا بقى يا حبايبي، دلوقتي بقى هجيب بقى شويه ميه كده. اروح جايه بقى حطاهم بقى على وش العجين. بهج- بصوا بقى العجين اهوت. بحاول البسه شويه علشان طبعا الغلك منها بتسيح. فبحاول ان انا ايبسه علشان اما الدقيق يفك بقى ويسيح ما يأثرش معايا اقدر ان قوي. انا اشيله من على المطرحه ومن على الطاوله، واقدر ان انا اريحه، فلو كان سايح مش هعرف اشيله على ايدي. بعد كده اغطيه بالصينيه اللي انتوا شايفينها ديت. وبعد كده بقى هجيب كبرتاية، وطبعا هروح بقى مدخلاه في اي اوضه جوه عندي، وهغطيه بحوالي مثلا 4 بطاطين ولا 5. قعد معايا ساعتين وبعد كده خمر. دلوقتي بقى مرحلة التقريص. عندنا الطول الخشب دي بتاعة العيش رشيناها اهوت بالردة الناعمة. ودلوقتي بقى مرحلة تقريص العجين. بصوا زي ما انتوا كده شايفين، بقطع كده على ايديا، ومعايا طبق حاطه فيه شوية زيت. بحط العجين بتاعي على في الزيت كده زي ما انتوا كده شايفين، وبروح جاية مقرصة العجين كده واحطه على حسب ما الطاولة تاخد معايا 10 ترغيفة، تاخد معايا 12، تاخد بقى 9 على حسب ما هي هتاخد معايا. طبعا بقى دلوقتي في المرحلة ديت هروح بقى علشان احمي الفرن من تحت بقى ومن فوق. اخد شوية حطب وشوية قوالح وشوية قش واروح احمي الفرن. بعد كده بقى حبايبي دلوقتي على ما العجين يرفع اكون الفرن بقى اتحمى كده معايا، وبقى جاهز بقى من تحت ومن فوق مستعد
لخبيز العيش، وبيبقى الفرن كده ايه البلاطة بتزغرط. وده شكل الطاولة اهوت بعد ما خلصتها. هيقعد برضو معايا كمان نص ساعة على ما يرفع، وبعد كده اجي اخدها علشان بقى ايه نبدأ بقى ان احنا نخبز. اهم حاجة ان الواحد يحمي الفرن ويصلح البلاطة كويس. الفرن الطين ده بصوا بقى، وده احنا جينا هنا ادي الفرن الطين، وادي الحطب بتاعنا، وادي القوالح وكل حاجة زي الفل. هنحط بقى الحطب كده من تحت والقوالح، وبعد كده معانا الجلة بقى اللي انا بعملها، عملتها معاكم في الفيديو اللي انا بلزقها على السطح ديت اللي احنا بنخبز بيها. بحطها بشرق بها من فوق علشان تخلي لي وش الرغيف احمر كده، وتحمر وش العيش وتبقى زي الفل. وكمان القوالح والحطب والحاجات ديت والقش والحاجات دي من تحت علشان تخلي الرغيف يحمر من تحت. ودلوقتي بقى حبايبي هبدأ باخد بقى خدت بقى كام رغيف بقى كده. طبعا انتوا عارفين اول طاولة في العجين بحاول اتفادى منها ان مفيش حاجة تبوظ منها، لان بتبقى سايحة وما انتش عارفة ديتها لسه. العجين لو جه يابس معانا بناخد بقى نحطله رشة مية كده على وش الطش لما بنيجي نقرص تاني طاولة. تعالوا بقى نشيل بقى كده الرغيف، نحط رشة ردة كده على المطرحة، واسحب بقى الرغيف كده على ايديا. بسم الله ما شاء الله، عسل زي الفل. بعد كده بقى هنرح بقى الرغيف دلوقتي. شايفين بقى طعم مبروك كده العيش طالع احمر ومفقش وجميل وزي العسل اهوت. بألف هنا وشفا. الخبيز في البيت نعمة نعمة وفضل من ربنا. ربنا بس يديمها علينا نعمة، وبعد الغلا ده نفضل نخبز كده على طول. ويا رب يا رب ما يحوجنا بقى لعيش الطابونة، لان انتوا عارفين ان احنا هنا في منطقة بعيدة قوي. فما فيش اصلا العيش بيجيلنا هنا. تعالوا بقى شوفوا طريقة الرح زي ما انتوا شفتوها كده يا حبايبي. حاجة كده كل حاجة والله سهلة في الخبيز، بس الواحدة على ما ايديها تتعود بقى عليه وعلى الطريقة بتبقى أستاذة فيه. وزي ما قلتلكم ادي رمية الرغيف 10/10 يا ست. وشكل الرغيف اهو بعد ما طلعناه من الفرن. دلوقتي بقى رغيف يجيب رغيف يجيب رغيف، نشيل ونرح ونرمي. حاجة نعمة من عند ربنا والله. عايزة اقول لكم ريحة العيش قلب الشارع كله. لحد طبعا دلوقتي بقى انا حاطه برضو بطاطس في الفرن تتشوي، وبتنجان رومي اسمر بشويه برضو، علشان طبعا يوم الخميس ده بنوضب العشاء برضو اللي هو نحط نعمل بقى بتنجان مشوي في الفرن الطين ده، نعمله بابا غنوج. وكمان اللهم صل على النبي نشوي بطاطس في معلقه في شويه زيت كده وشويه شطه ومش عارفه تبقى جميله وزي الفل. بحيث بقى لان بنقعد كتير اصلا نخبز عند الفرن. بنقعد مثلا من الظهر لحد مثلا بعد العصر، فمفيش وقت ان انت تعملي حاجه تاني. يبقى النهارده بقى يوم التحريشه، بطاطس مشويه بتنجان مشوي. كمان مثلا لو هنعمل مثلا صينيه مثلا بيض بتقليه او مبيت حاجه. ويبقى كده نخش بقى بالعيش الطري نتعشى، وحلو قوي كده رضا من عند ربنا. عارفين والله زمان كنا كمان بندس في الفرن ده القلقاس. اوبا القلقاس يا جماعه، ايه رايكم في رميه الرغيف ده؟ اكتبوا تحت بقى في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. القلقاس كنا بنحطه بقى في الفرن نغسله ونحطه في قلب الفرن بقى كده نشويه، كان بيبقى جميل. حاجه تفتح النفس زي العيش برضو اللي احنا خابزينه ده يفتح النفس. ودي طريقه العيش البلد الفلاح الجميل بتاعنا. يا رب ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك وتنزلوا تعملوا اشتراك في القناه. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.